أحيانا نخطئ بدون قصد، فتجرح كلماتنا قلوب الأحبة. نحن بشر والخطأ جزء من طبيعتنا البشرية. التسامح هو القوة الحقيقية، يهدأ وجع القلوب وينشر السلام. الغفران يعيد الروابط المكسورة ويبني جسور المودة. علينا أن ندرك جيدا أن التسامح لا يعني النسيان وترك الآخرين يظلمونك ويوجعونك دون توقف اعتمادا على كونك متسامحا. التسامح يعني لا نحمل في قلوبنا حقدا ولا غلا لأحد ولنؤذي أحد، لكن وحقوق إنسانيتنا محفوظة. التسامح الحقيقي ليس سهلا، فهو يحتاج لقلوب موصولة بالله ونفوس متواضعة وعقول تستطيع وضع حدودا دون رد الإيذاء بإيذاء. يا رب اجعلنا ممن يعفون حين يقدرون، ولا تجعلنا يا رب من المستضعفين. وعنا على الاعتذار، وحين نخطئ نعترف بأخطائنا ونسعى لإصلاحها. تذكروا دائما أن التسامح يحفظ العلاقات ويجعلها أكثر قوة. كل إنسان يخطئ ويحتاج للغفران في حياته، فهذه طبيعتنا البشرية. نخطئ، لكن لكي يغفر لنا الآخرون علينا بالتوبة، فالله سبحانه وتعالى ربط المغفرة بالاعتراف والتوبة. لهذا علينا دائما السعي لتصحيح الأخطاء والاعتذار وعدم العودة للخطأ مرة أخرى، ولا فأنك لا تتعلم من أخطائك ولك جزاء أفعالك. التسامح يصنع عالما أكثر سعادة وأقل ألما. كن منفتحا وانتظر الفرصة لتصحيح خطأك. لا تتردد في الاعتذار لمن أخطأت بحقهم. داوي الجراح التي سببتها بصدق النية وطيبة القلب، وسعي الدروب لتصحيح أخطائك. عندها ستجد أن المسامحة تمنحك حرية حقيقية.